السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنكمل الدرس الأول في الوحدة الأولى. أتمنى تكونوا ذاكرتوا الجزء الأولاني من الدرس ده. نبدأ بقى في الجزء ده هنتكلم كده عن قطعة جميلة وسهلة. وهنهتم بقى بالحاجات اللي أنا هقولها وأركز عليها في القطعة دي. هنا كاتب لي بقى إيه؟ راسم وكاتب أفراد العائلة. هنا كاتب لي grandparents, uncle, parents, grandpa, grandma, sister, cousins. طب هنا بيقول لي الولد ده هيقدم عائلته وهيتكلم عن أفراد عائلته، بعض التفاصيل ليهم. يعني بيقول إيه؟ let me introduce my family. let me يعني دعني، خليني، يعني زي لما واحد يقول لك بص خليني كده أقدم لك أهلي وأكلمك عنهم. introduce يعني أقدم، يعني لما حد يعرف حد على حد يعني ويقدمه ليه، ده الفعل ده اسمه إيه؟ introduce my family. أقدم لك إيه؟ عائلتي. بيقول له these are، اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت وقلنا بيجي بعدها حاجة فيها اس الجمع أو بيجي بعدها جمع شاذ. المهم إن اللي بعدها يكون جمع، وهنتكلم عن الجمع الشاذ قدام إن شاء الله. بيقول these are my grandparents، يعني هؤلاء إيه؟ جدي وجدتي. this is my uncle، هذا عمي. his name is عمرو. يبقى his name is ايه؟ is عمرو. طب يعني ايه his دي صفة ملكية معناها ملكه. يعني لما الولد يمتلك حاجة، الذكر يمتلك حاجة، عايزة اقول ان الحاجة دي بتاعته. صفة الملكية اللي انا هستخدمها his. عايزة اقول كتابه his book. عايزة اقول قلمه his pen. عايزة اقول اسمه his name. يبقى لما اروح اخبط على الضمير هي واقول له يا هي ايه صفة الملكية بتاعتك، هيقول لي صفة الملكية بتاعتي هي his. يبقى صفة الملكية بتاعت الولد ملكه هي his. اما صفة الملكية بتاعت البنت هنتكلم عنها قدام her. يبقى صفة الملكية بتاعت البنت here، لكن صفة الملكية بتاعت الولد اللي معناها ملكه his. his name اسمه is عمرو، يكون عمرو. هنا بيقول لي he wears glasses، يعني هو لابس نظارة، بيرتدي نظارة. wear الفعل wear معناه يرتدي، والاس دي بتاعت زمن المضارع البسيط وهنتكلم قدام شوية عنها. بيقول look at يعني انظر إلى، ده فعل أمر عشان مفيش فاعل في الأول. لما تلاقي الفعل جاي في الأول كده ومفيش فاعل في الجملة تعرف إن ده فعل أمر. look at my parents، انظر إلى إيه؟ إلى والدي. my father أبي يعني is a teacher، يكون مدرس. teacher مدرس. and يعني و my mother is a nurse، ومامتي ممرضة. is a nurse. خدتي بالك ان الحاجات المفرد جه معاها is. هنا بيقول my sister أمينة is 5، يعني أختي أمينة عندها is تكون كم سنة؟ عندها 5 سنوات. بعدين بيقول my cousin منى، يعني بنت عمي منى is 8، عندها 8 سنين. and my cousin يعني ابن عمي مازن is 6، عنده 6 سنوات. يبقى في كلمات هنا عايزين نركز عليها. introduce يعني يقدم. his name اسمه، دي بتبقى صفة ملكية للذكر للولد يعني. wear يعني يلبس. glasses يعني نظارة. look at انظر إلى، خدناها قبل كده. teacher يعني مدرس. nurse يعني ممرضة. تعالوا بقى نشرح الجزء ده اللي هو زمن المضارع البسيط. هنتكلم عن نبذة كده بسيطة فيه. يعني ايه اصلا زمن مضارع بسيط؟ زمن مضارع بسيط ده بستخدمه امتى يا ولاد؟ لما يكون في حاجة انت مثلا بتعملها على طول، لابس نظارة على طول مثلا، بتروح تلعب كرة على طول، بتعمل حاجة مثلا على طول كده ومتعود ان انت تعملها عادة بتاعتك ما بتقدرش تستغنى عنها. مثلا حد بيقوم الصبح العادة بتاعته انه يشرب قهوة مثلا، فدي حاجة بيعملها على طول. مثلا واحد بيصحى الصبح يشرب لبن، انت بتشرب لبن كل يوم الصبح، يبقى دي عادة. طالما عادة بستخدم حاجة اسمها present simple، يعني زمن المضارع البسيط. طب ازاي اكونه زمن المضارع البسيط ده؟ اعمله ازاي؟ اول حاجة بنحط الفاعل. هنا الفاعل زي الضمائر he she it، او مثلا اسم مفرد احمد منى، اي اسم مفرد
بعد كده بجيب الفعل بجيبه كده حافي ما فيهوش حاجه في المصدر كده، مش لابس اي حاجه في رجله، زي مثلا وير يرتدي. بجيب الفعل كده واجي في اخره لما الفعل يبقى مفرد، اجي في اخر الفعل اروح حاطه ايه، اروح حاطه اس. يبقى لما الفاعل يبقى مفرد بحط في اخر الفعل ايه، اس. اجي في الاخر كده واروح حاطه اس، اسمها اس المضارع البسيط. يبقى الاس دي بتاعت زمن المضارع البسيط. ده في حالة ان الفعل يكون هي او شي او ات. وفي حالة يبقى انا عندي شرطين عشان احط اس المضارع البسيط في الفعل، ان يكون الفاعل مفرد هي او شي او ات، ويكون حاجة انت متعود تعملها كل يوم. زي مثلا she wears glasses، هي ترتدي نظارة. دي طبعا عادة عندها، هي لابسة نظارة على طول ما تعرفش تشوف من غيرها، فطالما دي عادة هحط للفعل اس المضارع البسيط. وعشان كمان الفاعل عندي ايه، اللي هي شي. طب يعني ايه زمن المضارع المستمر؟ هناخده قدام شوية برضو. زمن المضارع المستمر بيعبر عن حاجة انت بتعملها دلوقتي ولسه ما خلصتش، حاجة مستمرة. بعمله ازاي زمن المضارع المستمر؟ يكون عندي هي او شي، بعدين يكون عندي اس، بعدين احط الفعل في اخره اي ان جي. طب اعرف ازاي ان ده زمن مضارع مستمر؟ هتلاقي ان قبل الفعل فيه از او am او are. انا كده اديتك المفتاح. لما تلاقي عندك is او am او are اختار الفعل فيه ing. انا اديتك المفتاح ده على ما ندرس زمن المضارع المستمر في سنة تالتة، لان هو دلوقتي مش علينا، احنا عندنا زمن المضارع المستمر في سنة تالتة. فانا المفتاح اللي هديهولك تحل بيه لما تلاقي is او are او am اختار الفعل فيه ing. تعالوا نحل على الموضوع ده، يلا بينا. he is a shirt. عندي از هنا، طالما عندي از هختار الفعل فيه ايه، ing wearing. طب رقم 2 she not glasses. دي عادة عندي شي. اول حاجة عندي شي، انا قلت لما يبقى عندي شي ودي عادة ان هي لابسه نضاره على طول، يبقى اختار الحاجة اللي فيها ايه، فيها اس، زمن المضارع البسيط. وقدام شوية هنتكلم عنه بالتفصيل. تعالوا نحل الاسئلة دي، كتابة هتكتبها بقى مع نفسك. تعالوا نحل هنا السؤال ده. بيقول لي this is my. طالما this is يبقى لازم هنا يبقى حاجة ايه، مفرد. يبقى this is my brother. this is my brother دي أول حاجة. هنا بيقول لي these are. طالما these are يبقى لازم الحاجة اللي هنا تبقى جمع فيها اس الجمع، فهاخد cousins دي رقم 2. هنا هنرتب عادي، ده ابن عمي أو ابن خالي هقول عليه cousin، وهنا يرتدي يعني wear، وهنا نضارة يعني glasses. نيجي نرتب مع بعض الجمل. هنا لازم تبدأ الجملة ايه، بفاعل اللي هو هي، اللي تحته خط ده هو اللي هتبدأ بيه، يعني اللي تحتهم خط باللون الأحمر ده اللي هنبدأ بيه. هي بتاخد ايه، بتاخد is، فأقول he is 5 years old. He is 5 years old. He is 5 years old. تاني حاجة احنا خدنا these. بصوا عامل كده زي حاجات بتجيب بعضها ورا بعضها. احنا خدنا these بتاخد ايه، are. عايزة اقول هؤلاء اصدقائي. These are my friends. هؤلاء اصدقائي. رقم 3 هنا بيقول لي my. ماي ايه، مفروض الحاجة اللي انا بمتلكها بعدها. my father والدي. طالما my father مفرد يبقى الفعل اللي هيجي معاهم ايه، الفعل بيجي تاني حاجة في الجملة. فهقول ده لما تكون الجملة خبرية مش أمرية. هقول my father is a teacher، يعني بابايا يكون مدرس. هنحل الحرف الناقص. بني يعني brown or in brown. عائلة يعني family. أم يعني mother. جد يعني grandpa. تعالوا نكون جملة هنا. أي جملة خبرية لازم أبدأ بيها بالفاعل. طب الفاعل هنا ضمير إيه، البنوتة بتاخد ضمير إيه، بتاخد she. وشي بتاخد إيه، is. she is هي بتكون my
mother. يعني هي بتكون ايه؟ أمي. she is my mother. هي تكون أمي. طب هنا ده ياخد ضمير ايه؟ احنا قلنا الجملة لازم الخبرية تبدأ بضمير، ده ياخد ضمير ايه؟ هو ولد يبقى ياخد he. فأقول he، والهي بتاخد فعل ايه؟ يكون بقى is. he is my father. يعني هو يكون ايه؟ هو يكون بابايا. كملوها بقى الكلمة. الحل الاختياري بقى these بتاخد ايه؟ اتفقنا are. تاني حاجة عندي هنا is بيجي معاها ايه؟ this. طب عندي هنا this is. طالما this is لازم يكون بعدها حاجة مفرد. فين المفرد هنا؟ cousin ولا grandparents؟ لا، grandparents فيها اس الجمع يبقى ما تنفعش، يبقى ناخد cousin. these are. طالما these are لازم وراها حاجة جمع فيها اس الجمع. فين اللي فيه اس الجمع؟ friends. طب 5 she is. اتفقنا لما يبقى عندي is اخد الفعل اللي وراها فيه ايه؟ ing. يعني wearing. she is wearing a brown skirt. هي لابسة جيبة بني. رقم 6 عندي هنا are بيجي معاها على طول وانا مغمض these. فاقول these are my grandparents. طب هنا في رقم 9 مفروض ان احنا نوصل this is my grandma. هذه جدتي. فين الجدة؟ اهي. رقم 2 these are my parents. هؤلاء والدي، بابا وماما. هي دي. رقم 5 this is my sister. يعني هذه أختي. هي دي. كده نكون خلصنا الدرس الأول في الوحدة الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله.